اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الست الشاطرة بتنعرف من خلطة المحشي بتاعتها، أسرار خلطة المحشي المصرية بتركاتها هقول لكم عليها دلوقتي. يلا بينا نخش نشوف بقى هنعمل المحشي والطريقة الصح للمحشي. بصوا بقى، احنا دخلنا المطبخ وجبنا كرنبتين صغيرين كده، وكمان جبنا البتنجان اللي انتوا شايفينه ده المخدد، ده احنا بنقول عليه في مصر مخدد، اللي هو الموف اللي شكله موف ابيض، ده حلو قوي، بيبقى مسكر ومديكي طعم تحفه. وجبنا كمان نص كيلو فلفل، هنحشي البتنجان والفلفل والكرنب. مسكنا الكرنبايه بتاعتنا كده، شلنا الراس منها، وهنحط دلوقتي ميه مغليه وهنحط فيها الكرنبايه اللي انتوا شايفينها دي. بصوا مش هتاخد معانا نص دقيقة على الولعة. بعد كده انا هشيل الكرنبايه كلها مرة واحدة. ليه يا شهرزاد؟ لان الكرنب بتاع الصيف ما بياخدش سليق يا جماعة، بيبقى رقيق جدا، اللي هو بالذات الكرنب البلدي. تمام، بتجيبيه في الصيف بتلاقيه رقيق جدا. فانا يا دوبك اديته غلوه كده وشلت زي ما انتوا شايفين الكرنبايه مره واحده. تمام، خلصنا كده سليق الكرنب ودخلنا بقى على البتنجان. قلنا هنشطفه شطفه كويسه كده، ومسكناه تحت الحنفيه غسلته كله وخليته كده ما فيهوش اي حاجه. ومسكت كمان الفلفل قورته ورحت جايه غسلاه زي ما انتم شايفين. هنعمل ايه؟ هنعمل احلى خلطه للمحشي المصريه دلوقتي. ركزي معايا يا قلب اختك. جبنا بصلتين كده كبار، ولاد ناس كده حلوين، ملوي ايدك، خرطناهم خريط كبير، يعني خريط خشن، ما تخرطيش على الكبه. وجبنا قرن فلفل سبايسي وايه، وخرطنا البصلايه، وكمان خرطنا القرن الفلفل. يا دوبك تبلنا البصله كده ونزلنا عليها بشفشق الطماطم. فرمه حوالي كيلو ونص قوطه. ليه يا شهرزاد؟ لاني هعمل بتنجان وايه وكرنب. المهم ايه، خلصنا الصلصه بتاعتنا كده وركناها على جنب. وبعد كده بوريكم بقى ايه البتنجان والشغل بتاع المحشي بقى يا جماعه. لازم له تريكات كده وحركات، وتقعدي كده بروقان عشان تحشي. بصوا بقى، الصلصه بتاعتنا طردت الزيت زي ما انتم شايفين كده، معنى كده انها سبكت وبقت مية مية. كده غسلنا الرز وكنت منشفاه. اهم حاجه تنشفي الرز يا قلب اختك، لان احنا في الصيف وممكن المحشي يحمض منك. يحمض يعني ايه؟ يعني ما يتحملش معاكي، لو حشيتيه وسبتيه ساعه ممكن يبوظ. فانت لازم تنشفي خلطه الرز كويس، وبرده اللي هي الخضره برده تنشفيها كويس قوي. المهم حطينا كل ده على بعضه وايه وقلبناه. والتوابل بقى ايه، كمون وفلفل اسود وكزبره ناشفه وبهارات محشي. وقلبي يا قلب اختك واظبطي الملح بتاعك. وقلبي بقى خلطه المحشي. السر الخطير بقى في خلطه المحشي انك انتي بتحطي كل حاجه ناشفه على الصلصه، بتبقى جميله جدا. زي ما انتم شايفين بصراحه الكاميرا ظالمه لون الرز، كان احمر جدا جدا، مش قادره اقول لكم، بس الكاميرا ظالمه لونه بجد. طبعا جبنا بقى ايه وجهزنا الحلال بتاعتنا عشان هنحشي فيها. حطينا كده ورقتين خضر عشان نحمي المحشي بتاعنا ما يتلسعش من تحت. ونزلنا بقى زي ما انتم شايفين. يا سلام يا شهرزاد، مش قادره اقول لكم، الست الشاطره تخش المطبخ بالحب تطلع كل حاجه كويسه ما في المطبخ. بصوا بقى، انا جايه اقول لكم كلمتين. انك ما تخشي المطبخ بتكوني فعلا بجد حابه انك تخشي المطبخ، بتطلعي احلى ما عندك وبتطلعي اكل جميل. لكن انت لو داخله غصب عنك صدقيني مش هيطلع الاكل كويس، وهتلاقي الطاقه بتاعتك مش كويسه خالص، والاكل كمان هيطلع طعمه مش حلو. فانت لازم تعملي كل حاجه بالحب. عشان ايه؟ عشان تطلع كويسه. وربنا يا رب يرضى عنكم. تصلوا على النبي. والوصل اللي هنا مع شهرزاد يحط الكومنت والسبسكرايب لشهرزاد واللايك، ومستنيه الكومنت بتاعكم يا اخواتي. بصوا بقول لكم خلصت المحشي وايه بقى، مش قادره اقول لكم، المحشي البتنجان والمحشي الكرنب. طبعا هو ما خلصش بسرعه كده، لا تعبني طبعا. المهم علقت على المحشي بتاعي. علقت ايه يا شهرزاد؟ يعني ولعت عليه عشان يستوي. ومسكت الفرخه بقى جبتها عاملاها لكم بطريقه مختلفه خالص، اول مره تعملها شهرزاد على اليوتيوب. تمام، جربي بس انت الخلطه يا قلب اختك بتاعت الفرخه دي، والله بجد هتعجبك جدا وهتعمليها زي شهرزاد. المهم مسكت الفرخه، بصوا شلت الجلد كده من على الفرخه كلها، ومسكت السكينه نغستها كلها، نغستها كده، ومسكتها بقى بالليمون والملح، وقعدت ادعك في الفرخه ايه. وطلعت كمان الوراك بيبقى فيها كده كبده، تطلعيها منها وتغسليها، وخليتها قشطه ما فيهاش ريحه زفاره خالص. وبصوا بوريكم بقول لكم انها مفتوحه كلها. هتعملي دلوقتي، هعمل لكم دلوقتي الخلطه الرهيبه للفراخ. جربي الخلطه دي بجد جميله. بصي دي بطاطايه، جبت بطاطايه، بطاطايه يا شهرزاد، ماشي، وجزرتين وحبايه طماطم وبصلايه كمان كبيره كده ملو ايدك. بصوا بشرت كل حاجه، الفلفل والجزر والبصل والطماطم والبطاطس. تمام، ونزلت عليهم بالتوابل، فلفل اسود وكمون وسبع بهارات
وكمان بهارات فراخ، ونزلت على الملح وتبلت الملح فيهم كده يا حبيبه اختي. بصي اظبطي الملح زي ما انت عايزه بطريقتك انت، وقلبي الخلطه دي كلها في بعضها كده. طيب تنفع تحشيها فريك؟ اه. تنفع تحشيها رز؟ ايوه. بس انا ايه، قلت الخلطه دي لسه جديده لازم أنا احشيها ايه، مش خساره فيكم ان انا ايه يعني اقول اعملها لكم يعني. طبعا انا حشيت الفرخه بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين، بصراحه يا جماعه والله بجد جميله. طبعا بقى ايه، تقدري تحطيها برضو في كيس حراري، في كيس حراري وتحطيها في الفرن. برضو تمشي ان انت تعمليها برضو في الفرن على الشوايه عادي. بس انا بصراحه قلت اجرب الطريقه دي، جيت اكتف الفرخه ما عرفتش، فجبت عود شيش ورحت قسمه نصين وكتفت الفرخه بتاعتي. بصوا بقى هنعملها بطريقه حلوه قوي، ركزي في الحته دي. اول حاجه زي ما انتم شايفين تبلتها التتبيله دي وحشيتها بالتتبيله دي، وحطيتها كده في الحله. هديها كده تشويحتين، تشويحه من الجنب ده ومن الجنب ده ومن الجنب ده. تمام. وبعد كده هتغلي ميه، هتغلي ميه، لازم تغلي ميه، لازم الميه تكون مغليه. بعد كده هتحطي فيها 4 فصوص توم وجزرايه كبيره كده وبصلايه تخرطيها عليها من فوق. وبعد كده غليت ميه، لازم تحطي على قلبها تغلي الميه يا حبيبه اختك اللي هي شهرزاد، عشان لازم الميه تكون مغليه. وطبعا مش هملاها كلها، انا هحط حوالي كوبايتين ميه بس، هم شويه الميه دول اللي هيسووا الفرخه. وبعد كده نزلت بالتوابل، قرفه وكمون وفلفل اسود وقرفه عدان كمان، وحطيت عودين لورا. تمام. بوريكم بقى المحشي بتاعي كان استوى، واللهم صل على النبي مش قادره اقول لكم كان طعمه وريحته قلبه البيت كله. البيت كله كان مقلوب من ريحه المحشي. بصوا بقى كده انا حطيت الفرخه استوت زي ما انتم شايفين في قلب كوبايتين الميه اللي حطيتهم فيه، وبعد كده شلتها حطيتها في الفرن على درجه حراره 200، اتحمرت كده وبقت جميله وهتشوفوها دلوقتي كانت تحفه. وغرفت المحشي بتاعي اللهم بارك اللهم بارك، كان طعمه تحفه ومش قادره اقول لكم. ودي بقى يا اخواتي كانت وصفتنا النهارده. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، وتمنوا لاختكم شهرزاد الخير. الخير يا اخواتي. يلا اشوفكم في فيديو جديد واستودعكم مع الله، وانا هستنى منكم الكومنت الحلو. باي باي.